الفيديو اللي فات سألتوني سؤال مهم في الكومنتات، هو معقول يكون في شخص شرير من غير عقل ولا تفكير؟ الحقيقة ان الشرير اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ما كانش محتاج يفكر، لان العقل ورا كل افعاله خطط لها قبلها بزمن. والنهارده في اركانوكسا هنتكلم عن اذكى شخصيه في سلسله كتب ذا ويتشر، شخصيه لسبب ما مسلسل نتفليكس قللت قوتها على الاقل 70%. الشخص الوحيد اللي مفيش حد في السلسله كلها ما بيخافش منه، واولهم جيرالت. جوه مدينة كوفير في مدينة عملاقة غنية بشكل مش طبيعي، لدرجة انها كانت خطر على تجارة مدن مشهورة تانية زي نوفيجراد، كان اسمها لان اكستر. زي ما قلنا غنية وفيها من كل اشكال المخلوقات، لدرجة ان مصاصي الدماء يعتبروا احتلوها فترة لحد ما تم القضاء عليهم بعد ما ارتكبوا 3 مجازر ممكن نتكلم عنهم بعدين. وفي وسط كل الفلوس والحياة الكريمة دي بنشوف طفل مرمي في مجاري المدينة بدون سبب واضح من أبوه أو أمه، بيكبر وبيكتشف إنه مختلف عن غيره، أقوى من اللي في سنه ويمكن اللي أكبر منه كمان، وبيتأكد من اختلافه لما مجموعة من الدرويدز أو سحرة الغابات بيلاقوه ويقرروا يربوه، لحد ما فجأة خلال واحد من طقوسهم قدراته السحرية بتتفجر. بعد فترة من كونه وسطهم بيجيلهم ساحر مجهول وبينبهر بقوة السحر العنيفة اللي طالعة من فيلجافورتس، وبيعرض عليهم يخليه المساعد بتاعه ولكنه بيرفض. وبسبب طبيعته المتمردة الواثقة قرر يهجر السحر العادي ويستكشف الجانب التاني من العالم، أو بمعنى أصح الظلام اللي بيتحكم في الجانب الخفي من حياة الناس. وقرر يبتدي كجندي مرتزق، بعدها جاسوس، وبعدها خلينا أقولك إن مفيش جريمة واحدة في القارة إلا وعملها. اسرح بخيالك وأي حاجة توصل لها عملها. عن جهيته وغروره بقوته وصلوه لحبل المشنقة أكتر من مرة، ولما قدر يهرب للمرة الأخيرة لقى في طريقه السحرة كتير فاقدين القدرة على تنظيم نفسهم أو فهم قوتهم لو اجتمعوا. وبعد سنين طويلة وبقدراته على الإقناع وقوته السحرية اللي لا تقارن قدر يبقى قائدهم لحد نهايته. فيلجافورتس ميزته عن أي شخص تاني في القارة إنه مدرك قدراته كلها وبيدعمها بالشيء اللي الكل تناساه في حربهم مع بعض ومع الكائنات المختلفة عنهم، المعرفة. خلال كل رحلاته في العالم وخاصة الجزء المجهول منها بنعرف إنه ما سابش معلومة واحدة عن أي مملكة أو أي شخص مهم إلا وعرفها، واستفاد منها بكل الأشكال المتاحة. وشد انتباهه معلومة واحدة اتكلم عنها الدرويدز قدامه بشكل ساخر، وهي حاجة اسمها دم الأقدمين، حكاية عن واحدة اسمها لارا دورين ربطت نسلها بالسحرة البشر من آلاف السنين، والكل زي ما قلنا في الفيديو اللي هتلاقي اللينك بتاعه هنا فشلوا في الوصول لأبنائها وأحفادها. لعبة الصبر كانت سلاحه الأقوى في المرحلة دي. ونرجع للماضي شوية لما جت سنة 1263، وفيلجافورتس وقتها بنعرف انه كان قائد اخوية السحرة اللي صدت واحدة من اعنف هجمات مملكة نيلفغارد في معركة تلة صودن، معركة أهين فيها حرفيا جيش نيلفغارد وراح ضحيتها 13 ساحر وساحرة من أصل 22 قرروا يوقفوا الهجوم الكاسح بنفسهم في معركة الشمال الكبرى الأولى. الهدنة اللي تمت ما بين ممالك الشمال وما بين نيلفغارد كانت عن طريق فيلجافورتس نفسه، وهنا بتبان عبقريته في حاجة تانية، السياسة. وده خلاه يتكلم بشكل واثق وباستحقاقية كأنه واحد من الملوك وقادة الحرب. وبعد سقوط سنترا أطلق واحد من أهم رجاله اسمه ريانس علشان يسترجع سيري، وأمره يأجر خدمات 4 إخوات قتلة علشان يتخلص من صديق الملكة المزعج، واحد كده اسمه سير رافكس أوف فور هورن، بس احنا نعرفه باسم جيرالت أوف ريفيا. خلينا اصدمك بسرعة واقولك ان ريانس ما كانش الساحر المرعب اللي شفناه في المسلسل. في الكتب مذكور بوضوح انه كان ضعيف جدا مقارنة بأي ساحر عادي، والمهمة اللي كلفوا بيها فيلجافورتس دي فشلت بجدارة، لانه ما كانش عارف ان جيرالت يبقى ويتشر الا بعد ما خلص على الاخوات ال4 بمنتهى السهولة. ومن هنا بيبدأ فيلجافورتس يسمع الاسم ده كتير، وما كانش يعرف انه هيكون اكبر واهم عقبة في طريق كل احلامه. بعد معركة سودن هيل دي بسنين وتقريبا سنة 1267 فيلجافورتس وصلته معلومات مهمة قوي. الأميرة المختفية بافيتا من النسل المباشر للارا دورين، وكانت متجوزة أمير كان اسمه دوني، لكن مع الوقت بيكتشف إن ده يبقى العدو اللي هو والسحرة اللي معاه وقفوا تقدمه، الإمبراطور إمهير فار إمبرس. والأسوأ إن الصديق المزعج
للملكة كالانثي طلع ويتشر واسمه جيرالت، ومشهور انه اسطورة بين الوحوش قبل البشر، والاهم انه عنده بنت اخدها بقانون الصدفة، والبنت دي هي سيري، مفتاح دم الأقدمين بعد اختفاء أمها. وفي الوقت ده كانت مختفية على جزيرة ثاند تحت عين ينيفر وتسايا دوفريز عشان تتعلم تسيطر على قوتها الغاشمة، وخطواته اللي جاية كلها مبنية على معلومة واحدة وصلته بالحكاية دي. خليني أقولك إن ولاء فيلجافورتس للشمال بعد الحرب كان محل اتهام من الكل، خاصة فيليبا إيرهارت، وبسبب ده اتحرك أهم حدث يخص الصحراء في القصة كلها، انقلاب جزيرة ثاند، اللي حصل لأن فيليبا طلبت مساعدة سيجسموند ديكسترا، واكتشفت إن فيلجافورتس وأعوانه متوجهين بمصالحهم وولائهم ناحية نيلفغارد، فحبستهم على الجزيرة تحت عين تسايا دوفريز بأوامر من ملوك الشمال زي رادوفيد وفولتست، والهدف هنا كان إيقاف أي احتمالية لحصول حرب الشمال التانية. بس قبل ما يتقبض عليه، غروره وصله في الوقت ده إنه يطلب يقابل جيرالت اوف ريفيا شخصيا لما شافه جاي مع ينيفر على الاجتماع، وعرض عليه عرض بسيط جدا وهم بيتكلموا، إما تنضم لجانب نيلفغارد وتعيش تحت حكمي كفارس مجهول، أو ترفض وتعارضني وأفضل أطاردك لحد ما تموت. لكن اللي جننه كان برود جيرالت اللي رفض يساعده أو يخاف منه أو حتى يعارضه، إيمانا منه بمبدأ عدم الاختيار لو يقدر عليه. بس فيلجافورتس كان دايما سابق الكل بخطوة، وقبل بداية كل الأحداث كان ميل تسايا ناحيته لأنها من قادة الأخوية، ولا ما كانش الموضوع بشكل رومانسي ولا أي حاجة من اللي جت في المسلسل. وكانت غلطة تسايا القاتلة هي الثقة فيه كزميل قديم جدا ليها، وحررته هو وأعوانه لأنها شافت إن ده شكل من أشكال العدالة، ودي كانت أكبر غلطاتها. لأن بره مكان الاجتماع كان فيلجافورتس نقل قوات الجنيين السكوياتل عشان يهاجموا القلعة لو فشل في خطته، لأنه كان متوقع حركة عكسية من فيليبا وهي حصلت. وزيادة في التخطيط كانت سبب مع أعوانه في موجة إعدامات وحبس الطالبات كتير من مدرسة أراتوزا، وده سبب عندهم شعور عام بالخوف خلى سحرهم غير مستقر وأعنف من الأول. وبالتالي لما يشوفوا المعركة بدأت ومديرتهم تسايا بتتهاجم، سحرهم هينطلق ويسبب فوضى يقدر يستغلها إما للفوز أو للهرب. في نفس الوقت ده سيري كانت في مخبأها جوه المدرسة، وكانت بتهاجمها أحلام إن في دماء وموت على الناحية التانية من جزيرة ثاند، ولقت فجأة شيء جواها بيسحبها إنها تروح ناحية كل ده، خاصة بعد ما بدأت المجزرة بين السحرة والطلبة وجنود السكوياتل. وده بالظبط اللي كان فيلجافورتس عايزه، إن سلاحها الأقوى وخوفها على ينيفر وعلى جيرالت يحركها ناحيته هو، تخطيط شيطاني من الدرجة الأولى. وهنا لأول مرة الذئب بينقذ الحملان. لكن عمرك شفت ذئب بيحارب تنين؟ مش ناس كتير شهدت المعركة اللي هنحكي عنها، يمكن تسايا بس شافتها من بعيد وحاولت تحذر جيرالت انه يدخلها، لكنه ما كانش متوقع في الوقت ده ان في بشري او ساحر يقدر يواجهه. يمكن غرور، يمكن ثقة زايدة، ما نعرفش. لكن اللي فعلا نعرفه ان فيلجافورتس ما كانش ساحر بيعرف يحارب، لا اوعى تنسى اننا قلنا في الاول انه كان جندي وقاتل ولص قبل اي شيء، فالقتال عشان يعيش جزء لا يتجزأ من وجوده ومهاراته. ويقال انه ما استعملش في المعركة دي اي سحر اطلاقا، استعمل عصاية بسيطة شكلها يبان خشب لكن صوت اهتزازها معدني مقبض. لما فيلجافورتس كان بيحاول يطارد سيري في ممرات الجزيرة، جيرالت بيلاقيه وبيحاول يمنعه، والمعركة ما خدتش اكتر من دقايق. بيحكي جيرالت انه خلال المعركة فيلجافورتس ما كانش بيضيع ولا خطوة في حركاته القتالية، كل خطوة بتأدي لضربة او تفادي بينعكس بضربة تانية وهكذا. سرعته وقوة استهدافه غير طبيعية لنقط الضعف عند جيرالت، لدرجة انه ما لقاش وقت لا يعمل اي علامات من علامات الويتشرز او يشرب حتى الوصفات. وخلال دقايق لقى ان جسمه اتكسر تماما، مش رجله بس. وكل الشخصيات خلال الرواية لحد اخرها بعد كده لاحظوا ان جيرالت بقى يدوب عنده 50% من قوته او يمكن اقل. بعد ما فيلجافورتس بيشيل جيرالت من طريقه، بيطارد سيري وبيقابلها في برج
تور لارا أو برج النورس، وبيكون بينه وبين النجاح خطوة واحدة، لكن بيتفاجئ بشيء قرأ عنه في الكتب القديمة بيخرج من سيري. صرخة انفتحت معاها بوابة من طاقة الفوضى الخالصة، قوتها أعلى من أي معدل تخيل حتى إنه يشوفه. وفي اللحظة اللي بعدها وقبل ما يلمسها بتختفي سيري جوه البوابة، والبوابة بتنفجر وبتاخد معاها بالنسبة له نص المشهد، لأنها بتنفجر في وشه الجميل بشهادة الكل بما فيهم جيرالت شخصيا، وبيبقى تشوه شبه تام وبتروح معاه عينه الشمال للأبد. وبعد ما بيقدر يهرب من هناك بعدها بيقابل أعوانه اللي على رأسهم ريانس وليو بونهارت عشان يرسموا أهم مشهد في حياته الحافلة وجوهرة التاج لخطة عمرها ممكن يكون أكتر من 100 سنة. بتمر سنتين على الأحداث اللي حكيناها، وفيلجافورتس كل ده بيحاول يستعيد قوته الكاملة وخطته اللي انتهت مع انفجار البوابة اللي حتى سحره ما قدرش يصلح تشويهها ليه. وخلال السنتين دول كل الشخصيات حياتها بتتغير. جيرالت بينتقل لمدينة بروكيلون علشان يتعالج، ولكن للأسف ما بيرجعش زي ما كان أبدا. وخلال السنتين برضو بيقابل أعضاء الهانسا أو الرفقة بتاعته اللي منهم كهير وزولتن وميلفا وريجس وأجيلوم، ودول ممكن ليهم فيديو لوحده. وسوا بيطاردوا أخبار سيري وفيلجافورتس في كل الممالك، لكن الغريب إن دايما بيفشلوا، وده لأن سيري من خلال البوابة انتقلت لعالم أو عوالم تانية وبتقرب تتجنن، وفجأة بترجع على القارة تاني وبتبتدي رحلتها مع عصابة الفئران، وبتقع في إيد ليو بونهارت اللي دلوقتي انت أكيد فهمت في الفيديو اللي فات قلنا عليه شر بدون الحاجة للتفكير ليه. المهم يا سيدي، الصدفة والقدر بيلعبوا لعبتهم في الوقت ده بدخول لاعب جديد للمعادلة، سيجزموند ديكسترا، اللي بيكون بيدور على سيري هو كمان لأهداف سياسية بحتة، وبيوصل لقلعة اسمها قلعة ستيجا، قلعة مهجورة وتاريخها غريب ومرعب، ويقال إنها كانت مقر مدرسة القط. ولما بيوصل بيلاقي أدلة على تجارب مروعة عملها فيلجافورتس عشان يوصل لسيري، حتى لو وصلت إنه يصنعها بنفسه. لكن للأسف دور ديكسترا وتقاريره بتنتهي بإنه بيقرب جيرالت من خلال فيليبا لموقع القلعة. القلعة ما كانتش مجرد مخبأ، وليو بونهارت ما كانش غرضه من القبض على سيري بس السيطرة، كان فيه المهمة الخفية إنه يجمع كمية من دمها ويبعتها للقلعة. ويقال إن في جزء من تقارير ديكسترا اللي مسحها إنه شاف زنازين مليانة ببنات مستنسخين من سيري أو في نفس سنها، ظاهر عليهم حاجات غريبة جدا، منهم اللي بينفجر السحر من جسمهم أو عقلهم اتدمر تماما واتجننوا، أو نسخ مشوهة أو مجنونة من سيري. لكن تكرار أثر دم الأقدمين تجربة أثبتت فشلها لآلاف السنين حتى عند اللي اخترعوها الجنيين. بعدها بيوصل نفس الخبر لجيرالت والسيري إن بونهارت وفيلجافورتس قبضوا على يينيفر لما راحت تدور على سيري هناك، ولما مسكوا يينيفر حطوا عليها أغلال من حاجة اسمها الديميتريوم، ودي مادة بتمنع الساحر من استعمال سحره وبتستنزف قوة حياته. وليو بونهارت شخصيا كان متولي تعذيبها وهددها بالتعدي الجسدي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. وفي الوقت نفسه فيلجافورتس اللي عرف ان جيرالت لسه عايش اما حرك كل اللي يعرفهم علشان يتخلصوا منه، حرك ريانس وعصابته، كل رجالة ستيفان سكيلن، كل جواسيس نيلفجارد اللي كانوا تحت سيطرته، حتى عصابات الطريق، كل وأي شخص عرفه في مسيرته الإجرامية كلها جندوا لقتل جيرالت أو على الأقل يضعفه. ولمدة 2 شهر متواصلين جيرالت كان بيتخلص من كل اللي بعتهم يطردوه، لأن عنده هدفين: الوصول للقلعة لإنقاذ سيري ويينيفر والانتقام لهزيمته. بيوصل جيرالت للقلعة، ولكن طريقه بيكون معركة طويلة لا تخلو من الخسائر. لكن سيري بتوصل قبله وبتتخلص من أهم دروع فيلجافورتس اللي هو ليو بونهارت، لكن مش قبل ما بيقتل كهير. وفيلجافورتس بيظهر فجأة في وسط المعركة وبيخطف سيري على معمله، لكن ريجس بيطير وراه بكامل قوته وبينقذها في آخر لحظة ويشتري شوية وقت لجيرالت إنه ينقذ يينيفر. وأول ما بتبدأ المعركة الأخيرة ما بين جيرالت ويينيفر وريجس ضد فيلجافورتس، ريجس بيهاجم الأول، لكن قبل ما يوصل بجزء من الثانية فيلجافورتس بيشوفه، وبدل ما يسدد ضربته القاضية ناحية جيرالت ويينيفر سددها على ريجس. وريجس وهو طاير عليه من العمود اللي متعلق فيه بيرمي عليه فيلجافورتس تعويذة بتحوله هو والعمود لمعدن سايح. فيلجافورتس بيكون على وشك الفوز، لأن أخطر 4 عليه يا ماتوا يا انتهت قوتهم.
وكل ما بيهجموا عليه بيلاحظوا ان قوته مش بتقل، دي بتزيد، وبيرمي عليهم كرات نار متواصلة بدون تعب ولا توقف ولو لحتى ثانية. وفي الاخر ما بيتبقاش الا جيرالت اللي فقد اغلب قوته في معركتهم الاولى، وعلشان يهينه قبل ما يقضي عليه كان بيضرب جيرالت في نفس الاماكن بالظبط، وكان على وشك انه يكسب المعركة مرة تانية واخيرة. لكن في اخر لحظة وقبل ما ينزل فيلجافورتس بالضربة القاضية بيفاجأ ان جيرالت اختفى من مكانه وبيهاجم من الناحية التانية، واول ما بيحول اتجاه ضربته بيلاقي سيف جيرالت بيقطع صدره بالعرض، وفي الثانية اللي بعدها بيفصل راسه عن باقي جسمه. لان في لحظة النهاية جيرالت من خوفه استعمل ميدالية محملة بتعويذة الوهم كانت اديتها له الساحرة فرنجالا فيجو، فصنع نسخة تانية من نفسه تهاجم من اتجاه تاني، وقدر بضربة حظ يكتب نهاية خطة بدأت قبل ما هو شخصيا يتولد. طالما وصلت هنا يبقى انت جزء من الهانسة بتاعتنا، وزي كل مرة اكتب لي كومنت قول لي عايز تعرف ايه تاني من عالم ذا ويتشر، اعمل لايك، شير مع النيردز اللي زي حالتنا، تابعني هنا وهشوفك في المغامرة الجاية.